وحشتوني جدا 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 جدا. بأمانة وحشتني القعدة هنا وان انا اتكلم وارغي واعمل فيديوهات طويلة وكده، بس انا مش عارفة ليه في الصيف انا بكسل حرفيا اني اصور فيديو طويل واني اقعد اعمل editing. لكن في الشتاء هتلاقوني هنا كتير بقى، فاستنوني كتير كتير. اوكي اوكي. طيب، اولا روح اعمل كوباية الشاي بتاعتك او النسكافيه وايه علشان نرغي بقى مع بعض. طيب ايه اللي حمسك يا ميرنا تيجي تعملي لنا فيديو دلوقتي؟ انا هقول لكم. في بداية السنة كده انا حطيت شوية اهداف لنفسي ان انا اوصل لهم في نهاية السنة. بصراحة حطيت كمية اهداف كتيرة و يعني ما كنتش عارفة ان انا ممكن اوصل الحاجات دي او لا. المهم، اشكر ربنا فاضل شهر وشوية، يعني مثلا 45 يوم، يعني شهرين لحاجات بسيطة والسنة تخلص. طيب هل يا ميرنا انت وصلت لأهدافك دي؟ وصلت بنسبة 90% او 85% مثلا من الأهداف اللي انا كنت حطاها لنفسي، وراضية جدا الحمد لله يعني. ولسه معايا شهر ونص ينفع اعمل فيهم حاجات اللي انا معرفتش اعملها يعني في السنة. وده اللي انا هحكي فيه النهاردة. احنا النهاردة هنتكلم عن ازاي نحقق اهدافنا اللي احنا معرفناش نعملهم طول السنة. فيجي حد كده يقول لي يا ميرنا احنا معرفناش نعملها طول السنة، هنيجي نعملها دلوقتي؟ اه. انا هقول لك على شوية خطوات هيساعدوك جدا انك توصل للاهداف بتاعتك، او على الاقل يعني كام هدف منهم. هنعرف مع بعض، هنعرف. طيب، فالاول روح اعمل كوباية النسكافيه بتاعتك او الشاي وتعالى عشان ايه نرغي مع بعض. اوكي. طيب انت كده رحت جبت كوباية النسكافيه والقهوة بتاعتك، ايه علشان نرغي بقى. بصوا يا جماعة، هيجي حد يقول لي يا ميرنا ازاي؟ طب خلاص يعني ممكن اخلي الاهداف دي للسنة الجاية واعملها بالمرة. بصوا يا جماعة، لو انت عندك عزومة مثلا او انت عندك صحابك جايين لك وعزومة كبيرة بجد، مش اي كلام، الاسهل انك تجهز لها من اليوم اللي قبليها، واليوم اللي قبليها انك تنزل مثلا تعمل شوبينج، تجيب الحاجات، تجيب خضار، تجيب مش عارفة، وتجيب وتجهز المكان اللي انت هتعمل فيه، ولا تستنى في نفس اليوم العزومة هتحصل فيه وتروح تجهز كل الحاجات دي؟ اكيد طبعا طبعا الاوبشن الاول او الاختيار الاول يعني هو اللي هيبقى الاختيار الافضل. فده اللي احنا نحكي فيه، ان انت تكون مهيئ للسنة الجديدة، انك تعرف تعمل اهداف يعني للسنة، او مثلا انه تكون حققت حاجة او اتنين من الحاجات اللي انت كان نفسك تعملها طول السنة. اوكي اوكي. في كتاب اجنبي كده بيقول انه في حاجات ينفع نحققها وننجزها في 12 اسبوع اكتر بكتير من اللي احنا ممكن نعمله في 12 شهر. تاني، في حاجات احنا ممكن ننجزها في 12 اسبوع احسن بكتير من ان احنا ننجزها في 12 شهر. يا سلام، ازاي ده؟ معادلة صعبة بس انا هقولك ازاي نعمل ده. احنا اللي معانا في السنة دول 6 اسابيع تقريبا. اللي احنا معانا في السنة دول 6 اسابيع يا جماعة، ودول مش قليلين ان انا احط اهداف واوصل لها. طيب، اول خطوة ايه اللي انا المفروض اعمله علشان اوصل للاهداف بتاعتي؟ اولا انت مش مطلوب من حضرتك او من حضرتك غير انك تحط من 1 ل3 اهداف فقط لا غير. وبرضو ما تحطش اهداف كبيرة لدرجة ان انت تحبط، لان كل اللي في ايدك هما 45 يوم. متخيل 45 يوم؟ فانت ما تقولش مثلا انا على نهاية 2024 انا هيبقى عندي شركة. اوكي يعني ربنا يكرمك ويكون عندك شركة، بس اعتقد ان ده يعني هدف صعب جدا انك توصل له في خلال 45 يوم. حتى لو انت شاطر ومجهز كل الحاجات اللي عندك، في حاجات هتقع منك، مش تبقى الفكرة او الحاجة اللي انت عايز تعملها بالظبط زي ما يبقى عندك وقت طويل جدا انك تجهز فيها. طيب ايه المطلوب؟ ان احنا نحط اهداف واقعية وبسيطة، زي مثلا حضرتك عايز تعملي مشروع او انت عايز تعمل شركة مثلا، نحط خطوات بسيطة وأهداف صغيرة تقربني للهدف ده في 2025. فانت دلوقتي هتجيب ورقة وقلم، هتكتب فيهم 3 أهداف من اللي انت عايز توصل لهم خلال ال45 يوم دول بس. جملة كده كانت موجودة في الكتاب اللي أنا كنت بقول لكم عليه من شوية، إن التغيير مش بيبدأ من الأفعال بتاعتنا. يعني احنا دايما بنسمع انه خد اكشن، يعني اتحرك واعمل، بس التغيير الحقيقي بيبقى من افكارنا.
ان كل ما افكارنا بتتغير كل ما احنا بنوصل لاهدافنا اسرع، فبيبقى عندنا نقدر ان احنا نعمل الفعل اسرع، بنبدأ ناخد خطوات، بنبدأ نتحرك. تمام. عشان كده هي وصلنا لتاني خطوة. أول خطوة اتفقنا عليها إن أنت هتحط من 1 ل3 أهداف. وبليز ممكن تشاركوني بأهدافكم بجد، يعني أنا نفسي يعني هكون مبسوطة جدا لو كتبتوا في الكومنتات ايه ال3 أهداف اللي انتوا عايزين تشتغلوا عليهم في 2024، يعني آخر 45 يوم دول. وارجع لهم بقى في نهاية السنة، يا ترى تشوف ان انت وصلتهم او لا. طب يا ترى وصلت لواحد منهم او 2. ودي حاجة تحفزك وتشجعك اكتر ان انت تعمله. وكمان ما تنساش انك تكتب اهدافك قدامك على المكتب، على الموبايل، في اي حتة، بحيث ان انت تشوف اهدافنا يعني. دي حاجة انا مش محضراها في اللي انا هقوله، بس بجد من كتر ما انت الحاجات بتشوفها بتحققها. في بداية السنة أنا عملت زي لوحة أهداف كده، حطيت فيها صور للحاجات اللي أنا عايزة أعملها، وحطيتها فوق راسي كده على طول، لو أصحى من النوم بشوفها. دي حاجة ساعدتني وشجعتني إني كل ما أبص الهدف ده أنا عندي الهدف ده، أنا المفروض أشتغل عليه. فالحاجات اللي إحنا بنشوفها بنوصل لها أسرع من الحاجات بكتير اللي إحنا مش شايفينها. فعشان كده اكتب ال3 أهداف دول على موبايلك، في ورقة، في أي مكان تكون بتشوفه دايما. ودي تاني خطوة، اللي هو خد خطوة كده، خد 10 دقايق كده، تخيل انت لما توصل لأهدافك دي هتبقى عامل ازاي. انا هشرب بس عقبال ما انت تتخيل. تخيلت؟ آم، لما تبص كده على نفسك، اللي هو في سؤال كنا بيسألوه لنا زمان، انت نفسك تشوف نفسك فين بعد 5 سنين مثلا؟ كنت تتخيل كده اللي هو يا 5 سنين تفضل بقى افكارك تودي وتجيب وحاجات تحس ان انت واو ايه ده. فخد 10 دقايق بجد كده، اكتب الحاجات وتخيل الحاجات اللي انت بتكتبها دي. التخيل هيساعدك، بس متفضلش فيه يعني لدرجة ان انت ما توصلش لأي حاجة. لا، ان هو يبقى حافز ليك، انه يعني يحمسك ويخليك تاخد رد فعلي يعني. تمام. تالت حاجة، ودي يمكن نلاقي فيها صعوبة شوية، بس دي من اكتر الحاجات اللي هتساعدك انك توصل ل3 أهداف اللي انت حاططهم، انك لازم تديها أولوية. لو انت ما عرفتش تدي الهدف بتاعك أولوية عمرك ما هتوصل للهدف. طيب هتقولي ميرنا مثلا عندي شغل وعندي حاجات تاني كتير، يعني انا مش بس فاضي للحاجة دي. اوكي، انا عارفة ده ان انت مش فاضي طول الوقت ده، بس على الاقل انه مثلا يكون عندك 3 ايام في الاسبوع انه فيهم بتشتغل على هدفك. يعني مثلا من سنتين كده تقريبا لورا، انا كنت عايزة اوصل لليفل معين في الانجليش. علشان كان نفسي انا اعلم الناس بقى، كان نفسي اتعامل مع ناس يعني ثقافات مختلفة، وكان دي اللغة الوحيدة اللي الناس بتتواصل بيها تقريبا يعني، او اللغة السائدة يعني. فكان عندي هدف اني انا يا ميرنا هتوصلي لليفل معين في الانجليش. فحطيت لنفسي هدف ان انا كل يوم هقعد من نص ساعة لساعة ان انا اذاكر فيهم انجليش بس. جربت اخد كورسز بره، ما كملتش عشان انا ما كنتش مديه الاولويه للموضوع يعني. بس خدت قرار مع نفسي انه طالما انت عندك هدف عايزه، حطيت هدف لنفسي ان انا مثلا هتواصل مع حد اجنبي مثلا من بره. و فدي حاجه حمستني اكتر ان انا ادي اولويه للموضوع. فالحمد لله كمان ان انا اوصلت لليفل كويس وراضي عنه جدا. اكيد مش توب التوب، بس يعني انا راضية عنه جدا دلوقتي، جدا جدا جدا. وبساعد كمان الاطفال انها تتعلم انجليش بطريقة صح زي ما انا اتعلمت. فكل ما تدي الهدف بتاعك اولوية كل ما انت هتوصل للهدف بتاعك اسرع، ومش هتحس ان هو ضغط عليك ان انا لازم اعمل كده. لا، انت عشان حاجة انت حاببها او شايف نفسك فيها بعدين هتحس انه اوكي يعني انت متحفز انك تعمل كده. تمام. انت دلوقتي حطيت اهدافك، كتبتهم وتخيلت اهدافك وتخيلت نفسك انت فين، واديت اولوية للموضوع. طيب في حاجة كمان، دي من اكتر الحاجات بجد اللي ساعدتني ان انا يعني اشكر ربنا ان انا ناجحة في حاجات كتير جدا، هي اني عملت روتين لنفسي صباحي وروتين لنفسي مسائي. فكرة ان انا اعمل روتين لنفسي بالليل ده بيخليني صاحية، مودي كويس، تركيزي كويس، نايمة بشكل كافي.
فعندي عارفة اتحرك الصبح بس. وكمان لما كنت بعمل روتين الصبح كان ده بيخليني اللي هي اكتف، يعني نشيطة طول اليوم، آه، بسبب ان انا عاملة روتين كويس. طيب الروتين ده يمرنا اعمله ازاي؟ الروتين ده 10 دقايق الصبح او 15 دقيقة، 15 دقيقة بالليل. طيب انا مثلا انا ميرنا انت بتصحي تعملي ايه روتين الصبح؟ بصحى من النوم، بعمل كوبايه النسكافيه طبعا بتاعتي، وبشغل ميوزك هاديه. مثلا ممكن اعمل يوجا لو انا حاسه ان انا في مود كويس ان انا اعمل يعني يوجا. باخد وقت مع ربنا في بدايه اليوم، دي بتفرق جدا جدا جدا. مثلا ممكن اطلع على سطح بيتنا، بحب الصبح بيبقى فيه نسمة هوا خصوصا في الشتاء، عشان انا الناس من محبين الشتاء يا جماعة. فالصبح كده بيبقى فيه نسمة هوا تحس محدش بيشمها غيرك انت، انت اول واحد تشمها على كوكب الارض. فبحب اعمل كل الحاجات دي، بتحسسني ان انا طول اليوم نشيطة. عارفة لو عارفين اليوم اللي انا مش بعمل فيه الحاجات دي بجد، انا ببقى مودي مش كويس، ببقى كسلانة طول اليوم. بعمل بقى سكين كير، بهتم ببشرتي، بهتم بشعري. فال10 دقايق او ال12 دقيقة دول او ال15 دقيقة دول هتاخدهم في ايه؟ تهتم بشعرك، ببشرتك، تهتم بنفسك، تطلع تجري، تعملي كوباية قهوة حلوة، كوباية شاي بنعناع كده الصبح، تشوف الشمس، تشوف حاجة خضرة، تجري مثلا في البيت. فكل الحاجات دي تعملها الصبح وبالليل بجد هتفرق معاك جدا. تمام. طيب هتقولي برضو ميرنا، انا يعني جديد في الموضوع فمش عارف اعمل ايه. طيب هقولك، ودي الخطوة الرابعة، ازاي تعمل روتين لنفسك الصبح من خلال 3 حاجات: عقلك وجسمك وروحك. تمام. عقلك وجسمك وروحك. اول حاجة عقلك، يعني انا مش بؤمن بيها قوي، ولكن احيانا بتبقى سبب انها تحركنا. تمام، ده اعتقادي الشخصي بس هقوله، اني انا مش مقتنعة بيها كفاية الحتة دي، بس في دراسات اتعملت بتقول ان هي يعني خلينا ناخد اكشن يعني، او رد فعل بتحركنا. في حاجة اسمها التحفيز، او على اليوتيوب تحفيز، بيطلع لك بقى كلام اجابة، حد بقى بيشجعك ويقول لك قوم واتحرك وانجز ومش عارفة ايه وكده. فعقلك الباطن من كتر ما بيسمع الكلام بيستقبله، فبيحفظه، فبيخليك عايز تتحرك وتنجز. في اقتناعي انا كميرنا، انا مش مقتنعة بالحاجة دي كفاية يعني، بس هي في دراسات اتعملت بتقول كده، فممكن تجربها وممكن تظبط معاك وممكن لا. طيب حاجة بقى لجسمك، انا بحب الصبح اعمل يوجا. بصوا بتخليني في حتة تاني بجد، انك تحرك جسمك، تعمل استرتش كده لجسمك، تجري في مكانك، وما اكثرها الفيديوز اللي موجودة على اليوتيوب كتير تمرينات في البيت وانت في بيتك، وانت في اوضتك زي ما انا في اوضتي كده، وانت في اوضتك او انت في اوضتك بتعمل كده يعني. آه، تالت حاجة بقى ودي من اهمهم، روحك. علشان روحك تبقى انت في سلام، تبقى حاسس بامل، تبقى حاسس ان انت مرتاح نفسيا، مفيش حاجة هتظبط ده غير علاقتك بربنا والصلاة. فانك تاخد الصبح من 10 ل 12 دقيقة، 15 دقيقة كده، انك تقعد فيهم بس مع ربنا، آه، انك تتكلم فيهم مع ربنا، انك تهدى كده. بجد دي اكتر حاجة هتوصلك لراحة نفسية، هتخليك ناجح في حياتك، هتخليك ناجح في علاقتك بنفسك. اي حاجة اساسها علاقتك بالله، لما تبقى علاقتك بربنا كويسة كل حاجة في حياتك هتبقى كويسة. فانك في بداية يومك انك تقعد مع ربنا وتتكلم معاه وتاخد كواليتي تايم كده مع ربنا، دي اكتر الحاجات اللي هتخلي روحك هادية، هتخليك في مود كويس، فهتقدر تعمل كل حاجة. احيانا مودنا بيتحكم فينا، مش بنقدر نعمل الحاجات، لكن لو انت مظبط علاقتك مع ربنا كويس جدا هتخليك في مود كويس ومرتاح، فتخليك تقدر تنجز الحاجات اللي انت عايز تنجزها. اتفقنا؟ يبقى كده 4 حاجات. اول حاجة هتكتب اهدافك. تاني حاجة تتخيل نفسك لما توصل لأهدافك ده هتبقى عامل ازاي بجد، لحظة بتبقى كده لذيذة جدا. تالت حاجة تدي أولوية للهدف ده، سواء
في يومك، ساعة في يومك، 3 ايام في الاسبوع، ايا كان على حسب كل حد فينا ووقته. ورابع حاجة هي انك تعمل روتين صباحي وروتين مسائي، وقلت لكم على 3 حاجات جوه الروتين ده نعملهم، تهتم بعقلك وبجسمك وبروحك. اتفقنا؟ اتفقنا. ناخد بريك نشرب. اشرب معايا. شايفاكي استنى. عارفين البتاع اللي بيعملوها اللي هي كده دي؟ سادس حاجة بقى هي انك تكتب لنفسك كلام حلو وايجابي. يعني مثلا كنت بحب عشان احفز نفسي لما طول السنة كنت بحب اكتب لنفسي رسائل. مثلا برافو انت وصلتي، انت عملت المشروع الفلاني، انت انجزتي، انت مثلا خسيتي. ودي حاجة طبعا يعني ده هدف ما الواحد ما بيصولوش غير كل 10 سنين مرة، بس مش مشكلة. يعني كنت بحفز نفسي، واو ده انت خسيتي، ده انت بشرتك اتحسنت، ده انت شعرك طول، ده انت مش عارفة ايه، ده انت... عارفين الكلام الحلو ده اللي بنقوله لنفسنا، اللي هو انت بتستناه من بره، بس احنا لما بنقول لنفسنا بيبقى مختلف تماما. تمام. فتقول لنفسكم كلام حلو، تكتب كده في ستيكي نوتس، تحطها كده زي ما انا حاطه الحاجات دي، تكتب فيها كلام كده حلو الايجابي لنفسك ان انت وصلت للحاجات دي. اوكي. اعمل ايه؟ هتجيب ورقه، وهتجيبي ورقه وتكتبي لنفسك كلام حلو. ماشي؟ عشان احنا ناس بنحب نفسنا وبنحب نقول كلام حلو لنفسنا. اتفقنا؟ اتفقنا. طيب سابع حاجة يا جماعة، ودي من أكتر الحاجات اللي أنا حسيتها بجد بتفرق معايا جدا جدا ومع كل الناس أعتقد، إنك تخلي أوضتك نظيفة. بأمانة من أكتر الحاجات، يعني أنا أكتر واحدة كانت أوضتي دي بشعة، بشعة. بس يا جماعة الموبايل اتقلب، مش مشكلة، عادي. كان نفسي أشتري موبايل، بس ده هدف برضو نفس الدايت، بيحصل كل 10 سنين مرة. مش مشكلة، نرجع بقى لموضوعنا. طيب قلنا ايه؟ إن احنا نفضي اوضتنا. من اكتر الناس كانت بتقعد في اوضة كلها، بس السرير عليه اللبس، عليه الاكل، عليه كل حاجة تقريبا، او الكرسي اللي انا قاعدة عليه كان بيشيل كل حاجة تقريبا. بس من ضمن الاهداف اللي انا كنت حاطاها لنفسي ان انا كل ما ارتب المحيط اللي حواليا كل ما انا جوايا هيبقى هادي. عارفين الايام اللي بتبقى فيها اوضنا مكركبه؟ اكيد انا يعني اكيد انا بيحصل معايا كده، ان فعلا الاوضه بتاعتي احيانا بتبقى مكركبه، مش يعني مش عايشه حياه يعني مثاليه، لا عادي، انا زيكم يا جماعه. في اهداف ما وصلتلهاش، في حاجات وقعت مني طول السنه، اوضتي بتبقى احيانا مكركبه، احيانا فعلا حرفيا مش ببقى قادره ان انا اقوم اغسل وشي، عادي تمام. بس انا بتكلم في الحاجات اللي احنا عايزين نوصل احسن نسخه مننا. تمام. وانا معاكم طبعا، انا فعلا اتمنى ان انا افضل، يعني سوري، ان انا اوصل لافضل نسخه مني. يعني اتمنى بجد ان انا في يوم من الايام اوصل لافضل نسخه، لان احنا بجد نستاهل ان احنا نكون مبسوطين ومرتاحين وبجد عايشين حياة كويسة، لأنه ربنا يعني جابنا على الأرض عشان نكون مبسوطين، مش عشان نكون متضايقين أو علشان إن احنا ما نكونش بأفضل نسخة ربنا خلقنا بيها. يعني احنا بنحاول نرجع لأفضل نسخة ربنا خلقنا بيها، زي الأطفال كده البراءة الجمال الحلوين اللي عندهم إصرار. فاهمين؟ طبعا أنا يعني مش هطول. المهم يا جماعة، مش عارفة، هو أنا أشرب؟ ممكن أشرب؟ ممكن أشرب. أنا لو عملوا لي تحليل، انا مش عارفه ليه بطلع بالموضوع اصلا، المهم لو عملوا تحاليل هيلاقوا عندي 50% من السوائل اللي في جسمي ميه، و50 تاني نسكافيه وقهوه. بامانه سوري ان انا بطلع من الموضوع، بس انا هرجع للموضوع ده عشان انا خايفه. المهم، طيب قلنا ان احنا نرتب اوضنا. طيب في حاجات احيانا كتير بيبقى احنا عندنا لبس وعندنا حاجات مش بنستخدمها ولا هنستخدمها، بنقول طب نخليها ممكن نستخدمها، ممكن مش عارفه ايه، مش بنستخدمها. في ناس يا جماعه اكثر احتياجا مننا في حاجات كتير جدا مش عندهم. فالحاجه اللي انا مش بلبسها ينفع اديها لحد، ينفع اساعد بيها شخص. مثلا الكتاب مثلا اللي انا قريته 35 مره او قريته او مش هقراه اصلا، ينفع اديه لحد محتاجه وهيتبسط بيه بجد في نهاية السنة يعني. واكيد ربنا هيكرمك بأضعاف ده. المعطي المسرور يحبه الله يعني.
لما انت بتدي وانت مبسوط الحاجة اللي عندك بجد، يعني بحس ان ربنا كده انت حبيبي. فاهمين؟ اوكي. طيب، تامن حاجة بقى، ودي انا عارفة بتبقى صعبة شوية، بس يعني انا جربتها تقريبا في السنين اللي فاتت، ودي يعني طلعت احسن ما في ميرنا. فاهمين؟ يعني أنا مثلا، انا مش مثالية مثلا ولا طب الطب، يعني اكيد في حاجات بتقع مني وعندي عيوب اكيد، و... ولكن في حاجات كده بتحصل في حياتنا او حاجات معينة بنسيبها في حياتنا بتخلينا او بتطلع افضل نسخة مننا. فاللي احنا هنعمله، وده هيبقى تحدي كبير، ان احنا هنسيب 3 حاجات، او مثلا لو 3 اشخاص مثلا توكسيك في حياتك، او 3 علاقات مش كويسة، حاجات مش كويسة، عادات. هنسيب 3 حاجات مش هندخل بيهم 2025 تحت اي سبب. حط مشاعرك على جنب. آه، يعني ما تخليهاش هي المتحكمة في انه اكمل بالحاجة دي، مع ان الحاجة دي بتضرك، الحاجة دي بتعطلك، الحاجة دي بتوقفك. فلا، ليه اكمل بيها اصلا؟ ليه؟ بص، انا مقتنعة بحاجة، انه مفيش حد بيموت على حد، مفيش حد بيموت عشان حاجة مثلا خسرها في حياته. ولكن في حاجات لما بنسيبها بتخلينا افضل نسخة مننا. فاحنا المفروض في 3 حاجات هنسيبهم واحنا طالعين من آه 2024. ممكن نشجع بعض، تشجعوني مثلا تكتبوا في التعليقات تحت انه ايه اكتر 3 حاجات انتوا هتسيبوهم. يبقى احنا هتكتبوا لي تحت، هتكتبوا لي كل اللي هيشوف الفيديو ده يكتب لي. تمام؟ عشان لو ما كتبتليش براحتك، بس هتكتب لي. المهم، هتكتبوا لي 3 اهداف انتوا عايزين تعملوهم في ال 45 يوم دول، وهتكتبوا لي 3 اهداف، سوري، 3 حاجات هتسيبوهم. تمام؟ رقم 9، طيب، اتعلموا حاجة لنفسكم. دي حاجة بجد لطيفة. يعني أنا بحب الرسم، بس ما كنتش بعرف أرسم. يعني دي مثلا مش موهبة كان ربنا مديها لي، بس دايما كنت بصلي بقول يا رب انا نفسي اتعلم الرسم، او نفسي ان انا ابقى برسم يعني. وربنا كرمني ان كانت معايا واحده صاحبتي في الكليه كانت بتعرف ترسم، فبدات تعلمني، وبعدها بدات اشتغل على نفسي اكتر وبدات اتعلم الرسم. وحاليا انا بحاول اعمل يعني اسس مشروع بناء على الرسم. فاهمين؟ يعني اتعلم حاجه لنفسك، وممكن بعدين في يوم من الايام تتحول لرسم، سوري، تتحول لمشروع، او تتحول مثلا لفكره كويسه تشتغل بيها على حياتك الوقت اللي جاي. انا مثلا واحده بتحب الحاجات الهاند ميد جدا، ف بدات اجرب واتعلم بقى، بحاول برضو اسس في نفس المشروع، يعني ان انا اعمل حاجات هاند ميد زي الحلقه ده. بصوا امور ازاي، عشان انا لابسه. بص 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 كيوت، مش مشكله. بص، شايفين؟ انا اللي عامله الحاجات القمر دي. فتعلموا حاجه لنفسكم، علشان آه، يعني كل ما يبقى عندنا مهارات اكتر، كل ما الواحد بيبقى بجد مبسوط بنفسه وفخور بنفسه انه قد ايه استغل الوقت اللي ربنا اداهوله. حاجه كمان، انا مثلا نفسي اتعلم كروشيه، علشان انا نفسي اعمل شنطه لنفسي من الكروشيه، واعمل تي شيرت كده من الكروشيه لنفسي في السنه دي. فاتمنى يعني ربنا يساعدني ان انا اتعلم ده. فتعلموا حاجه لنفسكم، وممكن في يوم من الايام تتحول لمشروع او فكره تبقى جميله جدا. واخر حاجه بقى يا جماعه، بتبقى صعبه جدا انا عارفه، وبتبقى صعبه عليا، بس انا حسيت بقيمتها متاخر شويه، ان بجد صحتنا مهمه جدا جدا. وبجد لما صحتك بتتعب انت حرفيا مش تبقى قادر تعمل اي حاجة. فتاخد 3 ايام فيهم تجري، تمشي، تعمل تمرين في البيت. زي ما قلت لكم من شوية انه اليوتيوب مليان فيديوز كتيرة جدا بتعمل تمرينات وانت ببيتك. اعملوا يوجا، اعملوا تمرينية، تطلعوا تمشوا 3 ايام بس في الاسبوع. هيفرق معاك جدا، وبجد يعني هتحافظ على صحتك. فدول كانوا 10 حاجات هيساعدوك جدا انك تحقق 3 اهداف في ال 45 يوم دول. لو انت التزمت بجد بكل الحاجات اللي انا قلتها في الفيديو ده، انت بجد هتوصل ل3 اهداف. لو انت التزمت نص نص ممكن توصل ل2 او ل1 يعني. وده اتس اوكي، مش بطال بجد، حلوين جدا جدا يعني جدا. احنا بنبني اساس علشان ندخل بيه السنة اللي جاية.
بس انا عارفه انا طولت في الفيديو، انا بحب ارغي و... بس انا اتبسطت ان انا عملت الفيديو ده بصراحه. و... واكيد هنزل لكم فيديوهات تانية بجد، احكي لكم في فيديو من فيديوهاتي عن قصه فشل بجد، عشان انا نفسي احكيها. المهم تنساش بقى تعملوا لايك وشير لو انك نفسك انك تشارك الفيديو ده مع حد من صحابك، او ناس تشجعوا بعض تعملوا الفيديو ده، الكلام يعني في الفيديو. متنساش برضو لو انت اول مرة تشوفني تعمل سبسكرايب، علشان بجد بتشجع قوي. يمكن من ضمن الاهداف بتاعتي ان انا اوصل لرقم معين كده في اليوتيوب، فاتمنى ان انا اوصل له قبل السنة. وده من ضمن ال10% او ال15% اللي هم يعني ما وصلت لهمش، بس يعني اكيد في وقته هوصل لهم. آه، واكيد هحاول اكتر يعني. ف بس مش عارفه اقول ايه. فتنساش تعمل لايك وشير وسبسكرايب. اتمنى بجد تكونوا اتبسطتوا معايا زي ما انا اتبسطت ان انا حكيت بامانه بامانه معاكم. واشوفكم في فيديو جديد. ومتنسوش تكتبوا لي اهدافكم والحاجات اللي انتوا هتسيبوها تحت في التعليقات، عشان دي حاجه هتشجعني اكتر ان انا اعمل فيديوهات بجد اكتر. ولو انتوا استفدتوا قولوا لي برضو، علشان دي حاجه هتشجعني ان انا اعمل فيديوز تانية كتير. اوكي اشرب بقى كوبايتي نسكافيه.